هناك خلل كبير في العقلية الإسلامية تحديدا. ربما أكون قاسيا بهذا التعبير، ولكن هذه حقيقة مع شدة الأسف من ممارسات بعض الجماعات الإسلامية من إكراه الناس في دين الله. وهذا بالمناسبة يذكرني بقصة في زمن الحجاج، هذا طاغية بني أمية، الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يجمع الأطفال ويجمع الغلمان ويجمع من المخالفين ومن يسميهم الخوارج، يجمعهم، وكان يخرج من بين هؤلاء الناس من يحفظ كتاب الله. وكان من بين هؤلاء الناس طفل غلاما صغيرا، فقال: تحفظ كتاب الله؟ قال: بلى. قال: اقرأ. يريد أن يخرجه من بين هؤلاء الأسرى. فبدأ الغلام بتلاوة كتاب الله فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون في دين الله أفواجا. قال: ويحك، أتحرف كتاب الله؟ يدخلون، جعلته يخرجون. قال: في زمن رسول الله كانوا الناس يدخلون، أما في زمنك فإنهم يخرجون من دين الله أفواجا. نعم، هذه الثقافة. وكم 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 نرى اليوم من آلاف الحجاج بن يوسف الثقفي. هذه مشكلة. هناك من ينفر الناس من كتاب الله، لأن قلب هذا الإنسان لا يحمل حب، يحمل كراهية. هذا موروث، ثقافة اجتماعية، وربما كانت تربوية، تربية خاصة، وربما تكون ثقافة مغلوطة دينية، وهذه كارثة. لكي نحيا بسلام علينا أن نحرر عقولنا من كل ما ورثناه من الأسرة، من البيت، من الدراسة. مع شديد الأسف هناك أنظمة عربية ترفع شعار التقارب بين المذاهب والتقارب بين الديانات، ولكن بالوقت ذاته تكرس الطائفية وتكرس الأحقاد. وسأضرب لكم مثالا واحدا. عندما تأتي هذه البلد وهذه البلد، ومع شديد الأسف وسأكون جريئا فيها، بلد خليجية تدرس نواقض الإسلام وهي تكفر وترفع شعار لا للطائفية، فهذه مشكلة. لدينا خلل في العقلية العربية وفي الأنظمة العربية. كي نحيا بسلام وكي نحيا بمحبة علينا، لا أقول حذف هذه المناهج التربوية، ولكن أقول كنس هذه المناهج التربوية، كنسها، لأن هذه هي التي أزهقت الأرواح. هذه من أسرفت في قتل الأبرياء وقتل الناس وقتل المخالفين. على الإنسان المحب الواعي المتمسك بكتاب الله أن يقرأ القرآن، وأن يكون حريصا على هداية الناس، على محبة الناس. بالحب تفتح القلوب، بالحب تعمر القلوب، بالحب نحيا بسلام.